سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم نروحوا نديروا مع بعض غاطا تاع السلق. على بالي بلي دائما تجيبوا هذيك الربطه تاع السلق وما تعرفوا ما ديروا بها. نسحقوا فيها بولي عشي ولا فيوند عشي، بطاطا كونوا قطعناها دي كوب، ربطه سلق، بيض، بصل، ثوم، الفرماج وتوابل. دوك نهضروا عليهم. نبدا اول حاجه نديروا شويه زبده ولا سمن مع الزيت في مقله، نديروا عليهم الكميه تاع البصل اللي كانت عندنا، نقلوها مليح مليح حتى يطيح لنا هذاك البصل ويولي لنا ترونسبارون. ومن بعد نحطوا عليه الكميه تاع البولي عاشي اللي تكون عندنا. تحبي ديري فيوند عاشي ثاني يجي بزاف بنين مع السلق. انا ما كاش متوفر عندي، كان عندي غير بولي عاشي ابا درتو، حطيته يتقلى مع البصل وبديت نفتح فيه هكا بالمغرف. ومن بعد جبت فرشيطه. هذه طريقتي انا كيفاش نفتح البولي عشي باش يجيني مزربع وما يجينيش فيه كرات هكا بزاف كبار. شوفوا كيفاش يتفتح لكم يجيكم مزربع مليح. درت الملح لي زيبيس تعرفوني بهم، زنجبيل، فلفل كحل وكركم. ومن بعد زدت عليهم شويه زيتون مقطع، كنت درته في ماء سخون باش راحت لي هذيك الملوحه الزايده. نصيحه من عندي، ما تغلوش الزيتون، ديروه برك في ماء سخون وبدلوا له الماء حتى 3 فوا باش يجيكم فيه القوم، ما يجيكمش كي الكرتون. ومن بعد زدت شويه تاع الثوم، اني كنت نسيتها ما درتهاش من قبل. ودرت الربطه تاع انا ما درتش ربطه، درت ربطه ونص. وانتيا ديري، تحبي ديري ربطه، تحبي ديري زوج كيما تحبي. ما تغليها ما تفوريها، ديريها كيما راهي. اولا تحافظي على الفوائد تاعها، وثانيا السلق تاعك يجي بنين كي يطيب لك مع الدجاج، يشرب كامل هذيك البنه. وشوفوا هذيك الربطه ونص كيفاش رجعت غير شويه مرمى ذبلت. ومن بعد البطاطا تاعي اللي كنت قطعتها دي كوب، قليتها وخليتها قطرت لي من الزيت. ومن بعد خلطتها مع البولياشي والسلق اللي كنت درته من قبل، خلطهم مليح. ومن بعد جبت المول تاعي اللي يدخل للفور، كنت دهنته بشويه زبده، درت نصف الكميه تاع الخليطه تاعي. انا حبيت ندير نصف، تحبي ما ديريش ما ديريش، انا حبيت ندير بيناتهم شويه فخوماج بلون وفخوماج غابي. وشوفي هذا الكغاتا عنده زوج طرق. ديجا ني درت لكم طريقه من قبل اني حطيتها لكم في الشورت، درتها بالبيشاميل. هذه المره راح نديرها غير بالبيض. انتيا الطريقه اللي تساعدك، تحبيها بالبيشاميل تحبيها بالبيض، هكا تجي سهله وبالخف توجديها. والبيض ثاني عندها طريقتين، تحبي تخلطي البيض معاها كيما راهي دوكا، تحبي حتى ديريها في البيغيكس تاعك ولا في المول تاعك، ومن بعد ديري البيض من الفوق. اذا درتيها البيض من الاول راح تجيك شغل شاده روحها شويه حاكمه روحها. تحبيها هكا تقدري ديريه من الاول، تحبيها مزربعه وكل حاجه وحدها ديري البيض من الفوق برك باش برك الكغاتا تشد روحها. والكميه تاع البيض ثاني ترجع لك، تحبي تكثري تحبي ديري غير شويه كيما انا هكا يحبوها في الدار. درت لها البيض كيما كتشوفي، وزدت لها شويه فرomاج غابي من الفوق. انا درت شيدر، اذا كان متوفر تقدري ديري زيدك بنه، اذا كان ماشي متوفر نورمال ديري اي نوع يكون متوفر عندك، ولا تحبي ما ديريش كامل ثاني عادي. دخلتها للفور تقعتينا وخرجتها. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله حمراء. شوفوا بزاف بنين هذا الكغانتا. اللي يحب السلق راح يعجبه، وما من اللي ما يحبش السلق راح يجربه، انا متاكده باللي راح يعجبه. انا قطعت لكم شويه باش تشوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي مزربع. وكما قلت لكم كاين زوج طرق نتوما واش تحبوا ديروا. وجات بنه عالميه هكا كي سلكتي راسك في عشاء ولا فطور. ان شاء الله تجربوها تستمتعوا بها. نتلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش تزوروني في انستغرام، راني حطيت لكم لهنا. تهلاو في رواحكم، باي.